لو عندك عيش فينو وجبنة موتزاريلا وشوية لحمة مفرومة باقيين عندك، هقولك تعملي أحلى ميني بيتزا بطريقة سهلة جدا ومش هتاخد منك 10 دقايق. معانا عيش فينو متقطع وجبنة موتزاريلا ولحمة مفرومة وصلصة طماطم. قطعنا العيش الفينو بالعرض، قسمنا كل رغيف على 3 أجزاء وممكن أكتر حسب ما انتي حابة. ومعانا صينية مدهونة زيت، هنجيب العيش الفينو ونحط عليه صلصة الطماطم. وبعد ما عملنا الكمية كلها ورصيناها في الصينية، هنبدأ نحط اللحمة المفرومة على كل قطعة، وبعدين هنحط الجبنة الموتزاريلا. بعد ما نخلص الكمية كلها هندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، وهنسيبها حوالي 10 دقايق لحد ما الجبنة تسيح، وبعدين نخرجها. مش قادرة اوصفلكوا على طعمها، وصفة سريعة وسهلة تسد معانا لجوع نص الليل، والأطفال كمان هيحبوها جدا. جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير.